ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا يا رب. معلش ان انا الفترة اللي فاتت اتأخرت عليكم، ما نزلتش اي حاجة. كنت تعبانة قوي. صوتي حتى باين عليه. دعولي كده وميرسي بجد على سؤالكم وعلى المسجات الحلوة اللي اتبعتت لي على الانستجرام. بجد بجد مبسوطة. اللي ما عملش فولو للانستجرام يعمله. مستنية كمان اللي ما عملش الجرس، ما فعلش الجرس يفعله عشان يوصلكوا كل جديد من الفيديوهات بتاعتي على القناة. مستنية كل الكومنتات بتاعتكو، سواء على القناة، أسئلة ليكو مثلا في الكومنتات في القناة، أو مثلا تبعتولي على الانستجرام أي مسج. ويشرفني طبعا ان انتوا تبقوا عامليني فولو على الانستجرام، بجد يشرفني. حاجة كبيرة طبعا وفوق راسي من فوق. ميرسي بجد 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 على كل حد سأل عليا الفترة اللي فاتت. جاية اتكلم معاكم ان بمنتهى البساطة السعادة في حياتنا اوعى تربطها بان انت ان في مشاكل في حياتك. يعني بمعنى اصح ان انت دلوقتي ساعات كتير بتمر بمشاكل، مش عشان انت هتبقى سعيد لما تبقى خالية من المشاكل، لا. السعادة الحقيقية بجد ان انت لما تقابلك مشكلة تبتدي ان انت تحلها. عارفين انتوا بأقل الجهد، بأقل الخسائر الممكنة. هو ده، دي السعادة اللي بجد، ان انت تدرب نفسك. مثلا سي المشكلة دي حصلت كتير، او شخص مثلا بيعاني من مديره وحطه في دماغه، فازاي يعرف يحطه في حتة كده معينة ما يبقاش مضايق نفسه لحد ما يلاقي حاجة تانية احسن. او انكيس حتى ان هو مضطر انه يكمل في الشغل ده لحد ما يلاقي مكان تاني. فازاي يعرف يتأقلم مع حد مثلا مسبب له مشاكل او حطه في دماغه، في ان هو ما يبقاش باذل مجهود منه، خلاص فهم اللي الدماغ اللي قدامه، فازاي يعرف يهندله بشكل احسن عشان يبقى مريح دماغه، عشان يبقى الخسائر اللي انت خسرتها هتبقى قليلة. كل ما تدرب نفسك على حل المشكلة بشكل افضل هتبقى مبسوط.